إذا عندك مصروف كيما هذا نقدر نقول لك ونقدر نوريك كيفاش يكفيك شهر كامل وتوفري منه لبيت الخزين. هذا هو المصروف اللي نصرف به، ماشي مهم شحال عندك، المهم كيفاش نستغلوه. المهم ماشي شحال عندك، المهم كيفاش تسيري ميزانية اللي عندك. هذا هو المصروف، بصح الفرق في طريقة التسيير. هذا كامل مصروف رمضان، بصح الغلطة اللي كنت نديرها خلاتني نضيع بلا ما نحس. بهذا المصروف الكبير قدرت ندير كرتونة رمضان ونقدر نوفر نصه. كنت نشري كلش مرة واحدة ونكلف على روحي. إذا عندك مصروف كيما هذا تقدري ولا نقدر نوري لك كيفاش ديري منه بيت الخزين، كيفاش توفري منه تقدري شهر واحد آخر. بيت الخزين ولا كرتونة رمضان ولا مصروف رمضان. حتى مصروف رمضان ما يجيش دفعة واحدة كما راكم تشوفوا هنايا. أنا كنت شارية مصروف كبير. هذا مصروف تاع رمضان فيه كلش، فيه من حتى من الديول، من الروز، من التشيشة، من السميد، الفارينة، كل شيء على ضربة. هذا هنايا يدير لك خلل في الميزانية صراحة. يعني بغى عندك ولا ما عندكش، من الأحسن الواحد ما يشريش كلش دفعة واحدة. تشري دفعة واحدة تخسري وتضيعي بزاف، تقعدي تبالك بلي راه بزاف، راه ياسر راه ياسر، من بعد تلقي روحك ما قعد لك والو. بصح كي تشري بلاتي تعرفي كي ديري تحافظي عليه وكي ديري تقسميه وكي ديري تحكمي عليه. المهم أنا نقول لكم إذا حبيتي أفكار أكثر على التوفير والتنظيم المصروف اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش تابعوني باش تتواصلوا بأفكار جديدة للتوفير والتنظيم. خلوا لي اشتراك ولايك وتعليق شباب. نقول لكم سلام.